عندك مشكلة من حب الشباب وآثار حب الشباب، وكمان عندك مشكلة ان بشرتك مش مشدودة، عايزة تعملي بوتوكس وفي نفس الوقت خايفة علشان الحبوب اللي موجودة في بشرتك. جبتلك الحل النهائي. الوصفة دي جبارة حرفيا للبوتوكس يا جماعة، بدل ما تصرفي فلوسك على الكلام الفاضي وبعد فترة بيخلي البشرة اصلا تعجز اكتر من اوانها. جبتلكم الحل. اهم حاجة تدعموني باشتراك في القناة ولايك للفيديو، وتعالى اقول لكم على الوصفة دي وننزل تحت في الكومنتات ونصلي على النبي كتير جدا. هاتوا بولة زي دي يا جماعة وحطوا فيها بقى معلقة من القهوة. معلقة القهوة دي يا جماعة مضاد أكسدة قوي، بيساعد جدا على شد البشرة وكمان تنظيف مسام البشرة. عايزة اقول لكم الوصفة دي بجد جبارة، جربوها وهتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. هاخد كده حوالي معلقة من القهوة الداكنة اللي هي مش متحوجة زي ما انتم شايفين يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده. دي يا جماعه معلقه من القهوه الداكنه اللي هي مش متحوجه. وهاتي بقى نص ليمونه. ده الوصفه دي بس عايزه احذركم منها، دي يا جماعه الوصفه اللي هي البنات اللي بشرتها مش حساسه. اي حد بشرته حساسه بلاش ان انت تستخدمي الوصفه دي، حساسه من الليمون تمام. اللي عندها حساسيه من الليمون ما تستخدمهاش. وبتجيبي كده نص ليمونه. الوصفه دي تستخدم عادي على البشره وعلى الايدين زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، وهتفركي على البشره بتاعتك وعلى ايدك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقولك كمان ان الوصفه دي بتفتح جدا الايدين واي منطقه غامقه، يعني تفتيح جبار حلو جدا للبشره والايدين. وغير كمان ان هي هتشد كمان البشره حلو قوي، وهتساعد على اي منطقه عندك مترهله، بتساعد جدا على ازالتها تماما يعني بتشدها جدا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. انا بفردها كده على البشره، يعني بعملها بس كده على البشره حوالي دقيقه، وبعد كده بسيبها حوالي 5 دقايق على البشره. اول ما تنشف معايا انا بفركها وبعد كده بشطف بشرتي. اهم حاجه ما ننساش خطوه الترطيب بالذات في الوصفه دي علشان فيها ليمون. زي ما قلت لكم مره تانية، الوصفه دي اي واحده اي بنت بشرتها حساسه بلاش ان انت تستخدمي الليمون. الوصفه دي يا جماعه من الوصفات الممتازه جدا اللي بتساعد على ازاله حب الشباب واثار حب الشباب، بتفتح جدا البشره وبتزيل يا جماعه الرؤوس اللي موجوده في البشره. الوصفه دي تقدروا تستخدموها سواء شباب او بنات، ممتازه جدا وبتفتح جدا البشره وبتشد التجاعيد. جربوها حبايبي مرتين في الاسبوع وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، وما ننساش خطوه الترطيب في الاخر. يا رب تكونوا استفدتوا معايا واشوفكم فيديو جديد ووصفات تانية جديده. مع السلامه.